السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. عايزة فراخك تكبر بسرعة؟ هنستخدم عشبة كده أو حاجة مفيدة. هتلاقي الطيور بتاعتك بتفرق قوي، وزنها بيزيد وانت هتشوفي الفرق بنفسك. عشبة كده كل الناس بدأت تاخد بالها منها، وخاصة الناس اللي بيربوا فراخ بيضة بدأوا يدخلوها في الأكل بتاعهم. لقوا ان الفراخ بتاعتهم بتكبر قوي، او بتعمل عملية تحويل غذائي. عدد كتير من الناس اللي بيربوا الفراخ البيضة طبعا عارفين ان الفراخ البيضة بتكون مخصصة للتسمين، فبدأوا يدخلوا العشبة دي في العلف بتاعهم. لاحظوا ان اضافة العشبة دي في العلف بتاع الفراخ بتساهم بشكل كبير جدا في تسريع عملية التسمين. يعني بعد ما كان هيوصلوا مثلا لسن كيلو ونص بعد فترة قليلة، اقل من الفترة اللي هم معتمدينها. يعني لو ناس بتربي فراخ بيضة ما استعملتش العشبة دي، عارفين ان بعد مثلا 10 ايام هيوصلوا الوزن كذا. لو استخدموا العشبة دي بعد 5 ايام بيوصلوا للوزن اللي كانوا هيوصلوا له بعد 10 ايام. لان العشبة دي بتحتوي على دهون صحية، سعرات حرارية عالية جدا. بتساهم العشبة دي مساهمة كبيرة جدا ان هي بتساعد الطيور ان هي تنمو بشكل اسرع من لو الطيور ما خدتهاش. ده خاصة في المراحل المبكرة من التربية. العشبة دي هي السمسم وجمال السمسم وحلاوة السمسم للطيور. فوائد السمسم للفراخ البيضة: أول فايدة للفراخ البيضة إن هو بيزود الوزن بسرعة جدا، ده بسبب محتواه العالي من الدهون الصحية والطاقة. فوائد السمسم برضو بيقوي المناعة لأنه بيحتوي على مضادات أكسدة، بيحتوي على معادن هامة زي الزنك والسيلينيوم. بيحسن الهضم لأنه بيعزز من كفاءة الجهاز الهضمي وسهولة الامتصاص. السمسم بيدعم صحة العظام لأن عارفين إن السمسم فيه نسبة عالية جدا من الكالسيوم، ده بيخليه مفيد جدا للفراخ البيضة. من فوائد السمسم برضو إن هو بينشط الكبد، بيساهم في تحسين وظائف الكبد، وده أمر بيكون ضروري جدا لصحة الفراخ. طيب قلنا كده على فوائد السمسم بالنسبة للفراخ البيضة، ولناس كتير قوي اتجهت ان هي تدخل السمسم في العلف بتاع الفراخ البيضة. طب هنقول بقى على طريقة استخدامه. ممكن بتستخدمي السمسم بأكتر من طريقة. السمسم ممكن تضيفي معلقة صغيرة كده من السمسم المطحون لكل كيلو علف. يعني تجيبي كيلو معلقة صغيرة كده وتطحنيها وتحطيها على الكيلو العلف. ممكن تغلي كمية من السمسم وتحطها في المية وتسيبيها لما تبرد كده، وبتقدميها للفراخ مرة او مرتين في الاسبوع. طيب على الرغم من فوائد السمسم الجميلة كده للفراخ البيضة، رغم فوائد السمسم المفروض عليكي ان انت ما تفرطيش في استخدام السمسم ده، لانه بيحتوي على نسبة دهون عالية جدا ممكن تؤدي في النهاية للإسهال اذا تم استخدامه بكميات كبيرة. عشان كده احنا بننصح باستخدامه بحذر. وبنبدأ في السمسم ده من عمر اسبوع فيما فوق. السمسم مفيد جدا للفراخ او للطيور بتاعتنا. هنستخدم السمسم اكتر للفراخ البيضة، لان طبعا احنا عارفين ان احنا بنستخدم او مربين الفراخ البيضة للتسمين، فعشان كده لازم ندخل موضوع السمسم ده في علف الفراخ البيضة بتاعتنا. الفراخ البيضة طبعا اكتفاء ذاتي ليكي. ربي كده على قد ما تربيش كمية كبيرة قوي وتحطها في الفريزر، لا ربي كمية على قد اكلك كده. يعني ربي 10 ب10، 15 ب15، او لو هتربي خدي جزء حطيه في الفريزر بتاعك والجزء التاني بيعي منه. ناس كتير ماشية في موضوع الفراخ البيضة وربنا بيرضيهم فيها، لكن تربية الفراخ البيضة في الشتاء بتكون احسن جدا من الصيف. في الصيف ما بتكونش مربحة قوي لان هما بيهدروا قوي في الاكل، لان بيبقى كل اعتمادهم على المية، فبيهدروا جدا في الاكل. فلو عايزة تربي حاولي ان يكون اغلب تربيتك للفراخ البيضة في فترة الشتاء زي ما قلنا، لان هما بياكلوا كتير في الشتاء وبالتالي بيزيد وزنهم.
حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، اتمنى ينال اعجابكم ورضاكم. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركي فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمه